السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد. لكل اللي اول مرة يدخلوا عندي ولو بالصدفة، اهلا بيكي، نورتي القناة. احنا قناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، فيها كل ما يخص الخرز، فيها اكسسوارات، فيها اللهم بارك طبعا ورش كتير اكسسوارات. عندك كمان ورش 13 شنطة خرز، كلهم موديلات ترندي، منهم للمصيف، منهم سواريه، منهم تنزلي بيهم بعد الظهر، اللولي، الكريستال. هتلاقي 13 موديل اللهم بارك، والنهارده الموديل ال 14 ان شاء الله. بفكركم بقى بالعروسه القمر دي اللي احنا كنا عاملينها برضو على القناه. كانت بنوته طلبتها مني وعملتها لها، ورشتها دي على القناه بنات، ادخلوا شوفوها. عروسه قمر قمر قمر. بصوا فستانها اللهم بارك عامله ازاي. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وكل اللينكات ان شاء الله هتلاقوها في صندوق الوصف عندكم، شنط واكسسوارات. يلا بقى النهارده ده موديل شنطه جديد. ده الموديل ال 14 اللهم بارك. هتحضري ايه معايا؟ هتحضري نص كيلو لولي، ده مقاس 10 بنات. اول مره بقى هنشتغل مقاس 10 مع بعض شنط. هو طلب العميله كده شنطه مقاس 10. طبعا احنا بنبتدي مع بعض زي كل شنطه في اول كام دقيقه كده بنعمل مع بعض ازاي تعملي الغرزه الرباعيه. ده طبعا للمبتدئين، بناتي اللي لسه داخلين عندي جديد، فمعلش للبنات الشطار اللي معايا هنبتدي بس ايه نعلم المبتدئين. يعني ايه غرزه رباعيه؟ يعني غرزه مكونه من 4 خرزات. 4 خرزات. هتجيبي خيط مناسب وهتحطي ال4 خرزات اهم. هتوسطني الخيط بتاعك، يعني يبقى الطرف ده قد الطرف ده كده، تمام. هتيجي من طرف من دول اهو بطرف الخيط كده، هترجعي في الخرم بتاع الخرزة اهو، تمام. وبعدين هتعملي الحلقة اللي انت شايفاها دي المدورة دي، وتدخلي فيها الطرف التاني وتشدي كده الاتنين مع بعض. هتلاقي نفسك عملتي عقدة هنا في الجنب. هتشدي الخرزة كده لجوه، هتدخلي العقدة جوه الخرزة عشان يبقى شغلك مظبوط، تمام. طبعا انت لو مبتدئة عندك برضو في فيديو للغرزة الرباعية على القناة. ولو انت مبتدئة بقى وعايزة تمشي ايديكي في الغرز كلها، لان شغل الخرز مش الرباعي بس، عندك غرزة رباعية، خماسية، سداسية، سباعية، عندك اساسيات كتير للغرز. فانا بنصحك لو انت مبتدئة ادخلي على لينكات الفوانيس الميدالية، هحطهم لك برضو في صندوق الوصف. الفوانيس الميدالية يا بنات، فانوس بيبقى قد كده ميدالية، انتي بتتعلمي فيه غرزة رباعية، خماسية، سداسية، سباعية، وبتمشي ايديكي في الخيط وبتمشي ايديكي في الغرز. فبيبقى عندك بتتعلمي بقى واحدة واحدة في شوية الفوانيس الصغيرين. عندك 4 موديلات. ده المغزى من انك تعملي الفوانيس الميدالية اليومين دول. وطبعا عشان كمان تمرني نفسك على شغل الفوانيس ان شاء الله من هنا للسيزون اللي جاي بامر الله. كده احنا عملنا غرزه اهي. اول غرزه زي ما احنا شايفين اهو، بنحط ال4 مره واحده زي ما قلت لكم. طيب انا بقى عايزه اعمل سلسله مثلا، وليكن الشنطه دي عرضها 10 غرز. الشنطه دي عشان مقاس 10 فعرضها 10 غرز، تمام. عايزه اعمل بقى سلسله مكونه من 10 غرز. عملت الاولانيه، الثانيه هشتغل على طرفين الخيط مش طرف واحد. طرف هحط فيه 2 اهو، والطرف التاني ده الكاميرا بتتهز، الطرف التاني هحط فيه واحدة، تمام اهو. بصوا يا بنات، 2 هنا
2 في طرف وواحدة في طرف، ومعايا واحدة من الأول من الغرزة الأولانية، يبقى أنا معايا 1 2 3 4 خرزات. تمام. هتيجي بقى هترجعي في أنهي واحدة؟ هترجعي في الاتنين، مش في الطرف اللي فيه واحدة، الطرف الأكتر. تمام. هترجعي فيه وتكوني الحلقة بتاعتك دي كده برضو، وبعدين تدخلي الطرف التاني، وبعدين تربطي الربطة عندك اهي بره. انا مش عايزاها بره، انا عايزاها جوه الخرزه. هسحب الخرزه بتاعتي كده، فالربطه هتخش جوه. كمان واحده، 2 في طرف وارجع، وبعدين واحده في طرف وبدخلها جوه الحلقه زي ما احنا شايفين، واربط كده واشد العقده جوه الخرزه. تمام. مع بعض يا بنات، دي السلسله، طريقه السلسله اللي احنا بنشتغلها في بدايه الشغل. تمام. الغرزه رباعيه. طيب، وليكن انا قلت لكم انا عايزه عرض الشنطه 10 غرز. تمام. وليكن انا عملت 9، كأن دول 9، معلش عشان ما نضيعش وقت الفيديو. وليكن احنا عملنا 9 وانا عايزه اطلع بال10 عشان اطلع السطر الجديد. اعمل ايه؟ في طرف الخيط اللي من تحت هحط بقى فيه ال3 كلهم. خلاص بقى مش هشتغل على الطرفين، ال3 كلهم. تمام. وارجع واعمل الحلقه برضو اللي انا قلت لكم عليها اهي، وادخل الطرف التاني بتاع الخيط، هيتكون لي اهي عقده اهي بره. شدي كده، دخلي العقده جوه. تمام. طيب، اطلع سطر جديد ازاي؟ شوفي يا ستي، برضو هتحطي 3 مره واحده، لان انتي معاكي واحده بس بين الخيطين اهم، محتاجه عليهم 3 عشان يبقوا 4 اهو. 3 اهو. وارجع برضو في الخيط واعمل الحلقه، وبعدين اهو اتربطت معايا وادخلها جوه الخرزه. تمام. هدخل في اللي جنبها. تمام. معايا كام بين الخيطين؟ معايا 1 2، يبقى انا فاضل لي 2 عليهم عشان يبقوا 4. الخيط معلش هنا قصر اهو، واحد قصير واحد طويل، فانت لما يقصر معاكي بصي اعملي ايه؟ بدلي الخيط كده، هاتي الطرف التاني دخليه في الخرم كده. شايفه؟ انت كده بدلتي الخيط، خليتي الطويل من هنا والقصير من هنا. طب انا ما ربطتش الغرزه، لما تربطي الغرزه اللي وراها دي هتمسك معاكي. دخلنا اهو في اللي وراها، هحط 2، معايا 2 اهم بين الخيطين، فاضل لي 2. وارجع في الحلقه اهو في الخرزه عشان اعمل الحلقه بتاعتي اهي، واضحه اهي. وبعدين ادخل الطرف التاني، هيتكون لي عقده، وبعدين ادخل جوه كده. تمام. طيب، دي الغرزه الايه الاخيره. اعمل فيها ايه؟ اقلبي شغلك كده. شايفه انا عملت ايه؟ قلبته الناحيه التانيه. ليه؟ لان انا مش هشتغل بالخيط ده، انا هشتغل بالخيط اللي من تحت ده عشان اطلع على سطر جديد. معايا 2 برضو، هحط 2 اهو. خيطك قصير بدليه، مش قصير اقعدي عادي. تمام. ادي يا ستي السطر. هطلع سطر ازاي؟ زي ما عملت بقى 3 بعدين 2 2، بعدين اقلب الشغل كده، والخيط اللي من هنا اعمل بيه ال2 الاخرانيين عشان اطلع سطر جديد. دي طريقه الغرزه الرباعيه يا بنات. اللي بيها بقى انت كده تقدري ايه؟ تعملي شنطتك بقى. فك الخيط دول بس علشان نشتغل بقى. طيب، الشنطه بتاعتي مقاساتها ايه؟ زي ما قلنا مقاسات الشنطه بتاعتي 10 عرض و9 طول. تمام. طيب، 9 طول، انا عندي 9 قدام و9 ورا. الجناب كام يا بنات والقاعده؟ الجناب والقاعده هيبقوا ده 5 وده 5، 5 سطور. تمام. عدي بقى معايا كده، 9 و9 18، والخمسه يبقى انا عايزه 23 سطر. 23 سطر في عرض كام؟ في عرض 10 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ادي 10 غرز اهم. الطول عايزاه بقى ايه؟ جسم الشنطه كله 23 سطر.
تعالوا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. يبقى 10 عرض في 23 طول. تعالوا يلا بقى نعمل مع بعض الجناب. نقفل الجنب، وريكي برضو الجناب بتتقفل ازاي. الشنطة دي سهلة قوي مفيهاش حاجة، بس هي برضو موديل مطلوب، يعني هي اوردر، جالي بنات كتيرة طلبتها، يعني بنات كتير بتسأل على الموديل ده، هما اللي باعتين لي الصورة بنفس حجم الخرز بنفس كله يعني. فطالما مطلوبة يبقى احنا لازم نعملها بأمر الله ورشة. بسم الله. بتيجي من الجنب من هنا، دخل، استنى الأذان. طبعا يا بنات انا نسيت اقول لكم، احنا طبعا مقاس 10 ده هنجيب نص كيلو منه، نص كيلو. تمام. الخيط بتاعك ده مقاس 60. تمام، عشان بس نبقى قلنا ايه التفاصيل. هتجيبي الخيط بتاعك وتوسطنيه، هتحطي في ناحية 2، ان انا هعمل سلسلة بقى. اول واحدة بتبقى سلسلة، 2 في ناحية، نفس السلسلة اللي انا علمتها لك في بداية الفيديو، مفيهاش حاجة. 2 في طرف وواحدة في طرف كده. عملتي طبعا الحلقة بتاعتك اهي، وبربط. ادي اول غرزة. زي ما قلنا الجنب عندي 5 غرز. تمام. ادي اول واحدة، وادي التانية، 2 في طرف، وادي واحدة في طرف، كده 2. انا هعمل 4 سلسلة، يعني 4، وبعدين ال5 بقى هي التشبيك. كده 3، ودي الرابعة، تمام. هتشبكي بقى بال5. هتجيبي النص التاني بتاع الشنطة كده، هتحطي في طرف الخيط اللي من بره واحدة، وبعدين الغرزة اللي في الجنب اهي، واحط واحدة واربط كده. نبقى ايه، عملنا اول سطر في الجنب. انزلي بقى في الغرزة اللي تحتيها اهي، هحط 2 اهو، واربط، ادخل في اللي جنبها، معايا 2 اهو، احط عليهم 2، خيط صغير جدا كده ليه؟
اهو بدخل في كل خرزة وبحط خرزتين في الجنب. اخر واحدة بدخل فيها وبعدين بدخل في اللي في الجنب اهي، شايفينها؟ وبحط واحدة كده اهو. ده السطر التاني. تعالوا السطر التالت هننزل، هما 9، فالمفروض ان احنا هنعمل 8 والتاسعة اللي هي التشبيك في القاعدة من تحت. تمام؟ احط 2. اتصرف بقى عشان الخيط القصير ده ابدل. اهو. خشي بقى في اللي وراها، ولما تربطيها هتجمد الاولاني عادي، مفيش مشكله. تمام، جمدهم الاتنين جنب بعض. تمام، على اللي وراها دخلت في واحدة وهحط 2. واحد 2 3 4، فاضل 5 اهي. هعمل معاكم سطر كمان، بعدين هكملهم بقى وارجع لكم هنا ايه نقفل تحت مع بعض القاعده. اتنين واربط اشتغلوا بنات ونزلوا كده صور على الماركت بليس كده وعلى الصفحات بتاعتكم. احنا في سيزون عيد، احنا في سيزون عيد. اعرضي عشان الناس تشوف شغلك، وما تعرضيش شغل مش شغلك، لان هي كده كده بتدخل بتبقى صورتنا واحنا اللي عاملينها، وتخش تقولك اديني صورة على الطبيعة. اقول لها هي دي حبيبتي على الطبيعة. لازم تشوف شغلك عشان تطلب منك. ما تعتمديش على انك تنزلي شغل غيرك وتقولي متاح ان انا اعمله. لا، ما هي ايش ضمنها انت شغلك عامل ازاي. يعني بص، الواحد بقاله سنين في الشغل، فاتح قناه وبيعلم بنات، وبيجوا من على الصفحه عندي وعارفين كل ده، وبيطلبوا، لا بيطلبوا ان هم يشوفوا الشغل الاصلي اللي انا بشتغله. اشتغلوا بنات، ان شاء الله تجيبي كيلو تعملي منه شنطتين. انا عندي تعرضي شنطتين بتوعك احسن من ما تعرضيش خالص. يبقى لك اسم في السوق برضو. تمام، هنكمل بقى. انا كده عملت كام سطر؟ 1 2 3 4، هنكملهم 8
وفي التاسعة هنيجي نشبك التاسعة دي بايه؟ بالقاعدة بتاعتنا، ونشوف هنشبكها ازاي. رجعنا تاني السطر كده، خلصنا 8 سطور، وهنيجي اهو في التاسع عشان نشبك القاعدة بالجنب. دخلنا في السطر التاسع ودخلنا في الجنب اهو. على خيرة الله كده بقى معايا اهو 3 خرزات، احط عليهم واحدة، هنزل بقى بالخيط من هنا خرزة، من الناحية التانية برضو خرزة، طرف من هنا وطرف من هنا، واحط خرزة وارجع واربط. ادي التالتة، ادي الرابعة، طبعا الاخرانية بتبقى متكونة عندك زي ما احنا متعودين في الشغل اهو، الاربعة هم متكونين، بس انتي ما بتسيبيهاش كده، انتي برضو بتلفي فيها وبتربطيها عشان يبقى شغلك مظبوط ومتين. اهو بلف في الاربعة واربط بقى، ربطتين كده حلوين. اعملي حتى 3 ربطات، الخرز عندك كبيرة خدي بقى كده وتوهي خيطك. تمام اوي كده. توه بقى الخيط ونقصه. توه الناحية التانية. بس تمام كده. تعالوا بقى، انا قفلت طبعا الجنب التاني اهو كله اتقفل تمام من هنا ومن هنا. تعالي بقى عايزين نقفل الجنب من فوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيبي اول واحده، احنا عندنا الجنب 5 خرزات، هنسيب اول واحده، هتدخلي في التانية والتالتة والرابعه. تمام اهو، يبقى معاكي 3 خرزات، يفيديهم كده 3 خرزات، حطي عليهم واحده عشان تبقى الرابعه. باجي اقفل الجناب دي، انا بحب اعمل العقده مرتين عشان تبقى معايا متين. تمام، ادي اول واحده اهي. انزلي بقى في الطرف ده كده واحده، وانزلي الناحيه التانية برضو خرزه. اعدلي ربطتك كده، لو اتفكت منك اعدلي اهو. تمام، حطي خرزه ونربط. هدخل الطرف التاني مرتين في الحلقه، مره ودي التانية اهي، عشان ابقى كده ربطت مرتين. انزل تاني اهي، الناحية التانية برضو. ونحط خرزة كده اهو، متقفلة 1 2. هننزل نقفل واحدة كمان. تمام كده بقوا 3. زي ما قلنا كده بقوا 3. خلاص، انا بقى عايزه امتنهم، هطلع فوق كده واعقدها. هلف هنا برضو، عايزه اعمل عقده بقى. تمام، بقى معايا الطرفين اهو. هعمل عقدتين كده حلوين يمسكوا الشغل بتاعي، واسحب الايه العقده في نص الخرزه. اتوه بقى خيط يمين وشمال. خلاص،
تمام. ادي الجنب بتاعي، شايفين شكله عامل ازاي؟ تمام. الناحيه التانية برضو هعملها نفس الكلام، هعملها وارجع لكم تاني. تمام كده يا بنات، خلصنا الجنبين. تيجي بقى عايزين نعمل اليد بتاعتنا. احنا هنعمل اليد على الاربعه اللي احنا اشتغلناهم دول، شايفينهم اللي قفلنا بيها الجنب، الاربع غرز دول. هدخل في غرزه غرزه فيهم، يعني اخش مثلا في الايه الخرزه اللي جوه دي، اشتغل عليها غرزه. يعني هحط 3 خرزات. اهو 3 خرزات كده واربط. تمام. هلف بقى في الاربع خرزات، يعني انا حطيت في واحده، الف بقى في اللي جنبها، اخش في اللي جنبها دي. انا مش شايفه، معلش. تمام. احط 2 خرزتين اهم واربط. تمام. لفي كده شغلك، هتلفي في الاربع غرز داير ما يدور كده. اتنين. الغرزة الرابعة بقى اللي هي اخر غرزة انت بتدخلي فيها اهي كده، وبعدين بتدخلي في اللي في الجنب اللي واقفة دي اهي كده، هيبقى معاكي 3 خرزات. اهو كده معاكي 3، تحطي عليهم واحدة هتبقى الرابعة. ظبطي بقى ايه الدنيا بقى معاكي كده اهي. اعمل معاكم سطرين كمان ولا حاجة كده، هنبتدي سطر جديد من الاول. 3 3 خرزات. لفي شغلك، خشي في الخرزة اللي جنبها اهو. هنحط 2. لفي كده تاني. خد لفة على بعضه اهو. تمام. هنحط 2 تاني.
جينا لاخر واحدة في السطر، ندخل من تحت وبعدين بندخل في الجنب اهي، اخر واحدة اهي، بعدين نطلع في الجنب هنا. ساعدي نفسك كده، وسعي نفسك وانتي بتشتغلي، ولو طلعت اهي زي ما طلعت دي تعالي عدليها تاني قبل ما تربطي الاخرانية بس. نفس اللي عملناه ده بقى هنكرره. انا هشوف الطول المناسب كام، وهاجي اقول لكم انا عملت كام سطر. يبقى زي ما اشتغلنا السطرين دول اهو، هتحطي هنا 3، تدخلي في اللي جنبها تحطي 2، وبعدين في اللي جنبها 2، وبعدين اخر واحدة بتخشي فيها، وبعدين بتطلعي في الجنب وتحطي واحدة. هتكرري بقى نفس الكلام ده، وهقول لكم كم مرة. هنرجع مع بعض نقفلها من الناحية التانية، استنوا. رجعنا تاني يا بنات، كملنا اليد اهي زي ما احنا شايفين. عملنا كام سطر؟ عملتهم 15، وهقفل بالسطر ال16، هتبقى مناسبة قوي. تمام، تعالوا بقى نقفل مع بعض. هنمسك طرف خيط وليكن طرف اهو، هحط خرزة. تمام، هشوف فين المكان اهو اللي زيه بالظبط، شبك بقى اليد كده، حط واحدة تانية، خرزة اهي. تمام، بدخل في الخيط التاني، بدخل مرتين عشان انا عايزه اربط بقى مرتين عشان اجمد اليد بتاعتي. تمام، اهي دخل بقى العقده جوه الخرزه، ادخلي في الخرزه اللي وراها من فوق اهو ومن تحت اهي، وهحط خرزه. دخلت مره، دخل التانية اهي، بالراحه كده ادخل العقده جوه الخرزه. تمام، هنلف الخرزه اللي وراها، ادي واحده، وهنا اهي واحده، واحط خرزه بقى واربط، لان دي بالنسبه لي هتبقى اخر خرزه، بس هلف برضو في الخرزه اللي متكونه وبرضو هربط فيها زي ما اتعودنا، ما اسيبش الحاجه المتكونه من غير ما امتنها. رابطه، وادي التانية، وادي التالتة. تمام، هنزل في الخرزه عشان اداري العقده.
تمام. ادخلي بقى لفي، بصي عندك اهي مفتوحه ازاي. هما الاربعه متكونين 4 خرزات اهم موجودين، بس مش ملمومين على بعض. انت لازم تدخلي فيهم الخيط وتربطيهم مع بعض اهو، ده اللي انا اقصده. تتسابش مفتوحه كده. اطلع لفوق كده واربط فوق بقى في الواسعه كده، عشان تحت ضيق معايا مش هيسعفني اهو. تعالوا من الناحيه التانيه اهي، الخيطين اهو، واربط، وبكده خلاص تمام. ربطتين ودي التالتة. برضو هتدخلي العقدة جوه الخرزة، متسيبيهاش كده عشان يبقى شغلك نضيف. تمام. بس يمين وشمال بقى هتطويي خيطك، وبكده الشنطة اللهم بارك اهي خلصت. ده شكلها تحفة بجد، موديل رقيق قوي وسهل في الشغل، مش صعب. بس كل حاجة بتحتاج ان انت ايه، تظبطي، يعني ظبطي شغلك على قد ما تقدري علشان الشنطة تطلع معاكي مظبوطة اهو. بصوا اهو تمام كده. كل ورشة وانتوا طيبين، ان شاء الله اقابلكم في ورش جاية كتير، شنط واكسسوارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.